أفادت السلطات المحلية بإقليم طاطا أنه وعلى إثر التساقطات الرعدية جد القوية التي شهدها الإقليم والتي أدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية، تم أمس الجمعة تسجيل حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول على مستوى وادي طاطا، خلفت في حصيلة مؤقتة مصارع شخصين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 14 من الركاب في عداد المفقودين لحد الساعة. كما تم جراء السيول الفيضانية، يضيف المصدر ذاته تسجيل حالة واحدة لسيدة في عداد المفقودين بدوار إيغورتن جماعة تكزميرت قيادة أديس. وقد خلفت هاته التساقطات الرعدية الاستثنائية ارتفاعا لمنسوب العديد من المجاري المائية بنسب غير مسبوقة، حيث بلغت حمولة وادي طاطا فقط أكثر من 2300 متر مكعب في الثانية، وكذا وادي زكيدي 1100 متر مكعب في الثانية. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت جل مناطق الإقليم تسجيل أضرار متعددة، حيث وفي حصيلة مؤقتة سجل ما يلي: انهيار كلي أو جزئي لبعض المنازل والتي سبق إجلاء قاطنيها في وقت سابق، انهيار كلي أو جزئي لعدة منشآت فنية بالإقليم تضرر عدة مقاطع طرقية، وانقطاع حركة المرور بعدة محاور. وأبرز المصدر ذاته أن السلطات العمومية وكافة القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين عملت على التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين. وتستمر لحدود الساعة الجهود من أجل البحث والعثور عن المفقودين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات بالإقليم.